تغيير اسم مسجد الزهراء إلى مسجد العزة لله. ليش؟ وشنو السبب؟ أولا السبب الأول لون المسجد اللي هو يشبه لون الحسينيات عند الشيعة. والسبب الثاني اللي هو أنه هذا الاسم اسم الزهراء هو مختص فقط بالشيعة، وإحنا تدرون بينا شلون نحب الشيعة. وعلى هذا السبب صارت ضجة إعلامية بمنطقة أدلب اللي هي بسوريا، وصارت ضجة ورأي عام، فاضطروا إلى تغيير الاسم من مسجد الزهراء إلى مسجد العزة لله. والكثير شفتهم يقولون إنه المنطقة سنية وهم من حقهم يخلون أي اسم يعجبهم. هسه أنتم الشيعة تسمون مساجدكم باسم فلان وفلان؟ أكيد لا. فيا أخي هم من حقهم أي اسم يعجبهم يخلونه. أقول لك لا. ليش؟ لأن اسم فاطمة الزهراء عليها السلام ليس فقط مختص بالشيعة، وإنما لكل المسلمين. صح هي زوجة الإمام علي عليه السلام، وأنتم ما شاء الله شلون تحبونه، لكن هي بنت منو؟ بنت الرسول صلى الله عليه وآله. هذا الرسول اللي تمشون بدينه وتتبعون سنته، هاي بنته. فأيهما أقرب إلى رسول الله؟ عائشة المرأة الغريبة اللي صارت زوجته وصارت مقدسة ومساجدكم ومستشفياكم باسمها، لو فاطمة الزهراء اللي هي بنته ويغضب الله لغضبها ويرضى لرضاها، يعني عائشة صارت أقدس من فاطمة الزهراء. فهؤلاء مشكلتهم مو ويا الإمام علي ولا مع الشيعة، وإنما مشكلتهم حتى مع الرسول، حتى مع بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. فهؤلاء هم أحفاد من اعتدى عليها وعلى دارها وعلى أولادها. والمصيبة والكارثة تتعبدون بهذا المسجد، فكيف الله سبحانه وتعالى يتقبل ويرضى عليكم وأنتم فاطمة الزهراء اللي يقول يرضى لرضاها ويغضب لغضبها، وأنتم حتى اسمها حاربتم؟